ورغم كل العزومات والبوفيه اللي مفتوح والحلويات وانواع الكنافه بكل الوانها، في ناس بتخس في رمضان. ايوه. وفي ناس بتروح الجيم في رمضان، وفي ناس ملتزمه في رمضان، وفي ناس ما بتاكلش كل الحاجات دي في رمضان. في ناس بتكمل على الوجبات بتاعتها اللي هي بروتينات اكتر، كاربز اقل، سكر محدود جدا. دي بتبقى درجة عالية من الجهاد. انا بحس درجة عالية جدا، اقصى درجات ضبط النفس، ان انت يبقى صايم طول اليوم وتيجي وقت الفطار والاكل حلو وكتير وفي حلويات وكده، وتحاول تاكل من ده قليل، وتبتدي بالسلطة وبعدين الشوربة وبعدين بروتين وبعدين ترجع للنشويات. ده حاجة وحلويات تتجنبها وكده. قليلين اللي بيعرفوا يعملوا ده، وده طبعا اصح حاجه وكده. بس زي ما انت قلت هو جهاد نفس وضبط يعني لا بس الجيمات بتبقى انت لو رحت الجيم قبل المغرب بساعه مثلا ولا حاجه فوق بعض. برضه انا ما بفهمش قوي موضوع دايما بيبقى فيه اللي هو ايه، ساعه قبل تتمرن قبل الفطار ولا تتمرن بعد الفطار. لا لو انت عايز تخس يبقى تعمل لو عايز تبني عضل اعمل ايه. لو يعني انا ما اعرفش برضه، ممكن حد يعني يقول لنا. بس بحس ان هو ما ينفعش الناس تتمرن بدري. يعني الناس اللي كانت بتتمرن الصبح ده علشان هتعطش جدا بعد التمرين مثلا، فهو بيبقى ظابطها يتمرن يخلص عقبال لما يروح مثلا يستحمى او حاجه، المغرب يأذن يفطر. انت عارف انا مره رحت الجيم ده في رمضان بدري، ودي كانت غلطه رهيبه جدا. بتقول انت بتعطش بعد، انا عطشت وانا رايح الجيم. ده موضوع تاني. حسيت يعني واضح ان دي مش احسن فكره، دي اقل درجه من درجات الجهاد. ضبط النفس. لا فيعني اعتقد احسن يا اما قبل الفطار على طول، اللي هو هتخلص تمرين من هنا عندك فرصه انك تشرب، يا بعد دي بقى يعني انا لو هروح قبل. انما بعد ده انت بعد ما تتكوم كده، هو المفروض ما تتكومش. ما هو لو مع الكنافه بالحاجات الكتيره اللي انت قلتها ممكن تنزل تتمشى. في ناس بتتمشى يعني فاهم، يعني اتعشى وتمشى والجو ده. بس يعني ان تروح جيم يعني هي صدقني كل حاجه عايزه مجهود، اللي هو اتعشى وتمشى، انك تاكل قليل، انك تاكل حاجات بالترتيب. يعني كل الحاجات دي محتاجه، هي كلها محتاجه درجه من درجات ضبط النفس. واضح ان مفيش اي درجات. يعني بنحاول. طيب في رمضان طبعا يعني بخلاف الروحانيات والاجواء الجميله والاكل والعزومات وكده، في حدث مهم بيحصل، ان بيبقى فيه كميه مسلسلات مئات الالاف. انت مش هينفع تلاحق عليها، مستحيل. وبرامج مقالب وبرامج مش عارف ايه. يعني في ناس كتير قوي بتتابع الحاجات دي. انا واحد من الناس اول اسبوع مثلا في رمضان ما بشوفش اي مسلسلات لغايه ما يتفلتروا. اصل مستحيل يعني انت هتروح ورا الممثل اللي بيعجبك، ولا اسم البتاع، ولا الفكره، ولا القصه يعني فاهم، ولا المخرج، ولا يعني ايه يعني فاهم. يعني ما هو في كل حد بيعمل حاجه، كل الالوان وكل الاذواق. بس بتخيل الممثل اللي انت بتحبه او كده، ده هياخد ناس كتير قوي معاه. ماشي. هو ما يعرفش هو عامل ايه ولا ايه الموضوع او كده. يعني مثلا انا بحب جدا الحاجات الكوميدي، يعني مسلسلات كوميدي مش عارف ايه وبتاع. ولكن في سنين كتير نيللي كريم مسلسل توب فظيع، مع انه مش كوميدي خالص ومش ذوقي خالص، ولكن لا بيشدك جدا وتحس ان انت عايز تتفرج عليه وبتاع. فانا عشان كده بحس ان هو اول اسبوع او اول كام يوم في رمضان، اول لما يبتدي بقى تشوف الريلز الصغيره اللي على فيسبوك ومش عارف ايه، تبتدي تكون فكره عن المسلسل. دي الفكره حلوه، ده الموضوع شكله لذيذ، ده بيضحك قوي، ده فيه حته دراميه قويه، ده بينشد قضيه معينه، فتحس ان انت ممكن تختار. علشان مستحيل انت لو مستحيل تخلص. انت لو ناقد فني مش ممكن ده ولا 100 مسلسل. ولو انت بتتفرج على المسلسلات دي على التلفزيون عادي، انت مستحيل تخلصها كده ده عشان الاعلانات اعلانات 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 وحته من المسلسل. انت تحس ان انت بتتفرج على لما بتتفرج على التلفزيون كانك بتتفرج على ريلز مليانه اعلانات. بس انا يعني مهما اتفرجت على مسلسلات، وانا دايما بخلي وقت لرامز جلال. رامز جلال نجم اليوتيوب. بص يا جماعه، هنجيبها يمين هنجيبها شمال. هيقعد يتشتم كل سنه. والناس بتقعد تقول عليه قد كده، بس بيتفرجوا. الناس قاعد جنبي دمه تقيل قوي رامز جلال ده. اول لما الاعلانات تخلص تلاقيه قاعد غريبه فعلا. خلاص بقى ما نقولش عليه دمه تقيل. هو متنمر جدا وكل حاجه جدا جدا، يعني اقصى الدرجات. بس بحس ان هو البرنامج بتاعه يعني
عاده يعني بيبقى خفيف كده ولذيذ. طب يبقى السؤال هنا بخصوص رامز جلال، البرنامج بتاعه طبعا بقاله سنين كتير بيعمل نفس البرنامج بقالب مختلفه، بيجيب ضيوف مشاهير وبيبقى الديبيت بتاع هم الناس دي عارفه ولا مش عارفه. انت شايف ايه؟ انا بحس ان في ناس معينه عارفه، النجوم الكبار قوي، انا مش بقلل من اي حد، ولكن بحس ان في ناس معاها عارف ممكن يعملوا عليه قضايا يعني زي ما كان هيفا متهيألي مره في سنه عملت قضيه عليه. بس في ناس بقى اللي هم الشباب اللي لسه طالع ده، انا مش حاسس ان هو زينا يعني يعني ما مش حاسس ان هو يعني محتاج ان هو يقول لهم علشان الموضوع يبقى طبيعي اكتر وبتاع. بس لو هتجيب حد زي مش عايز اقول اسم حد معين وان هو ده نجم كبير او صغير، بس في ناس معين، فئه معينه اللي هو الاي كلاس دول او حاجه، دول تحس ان هو يعني بطريقه او باخرى لازم يقول له. يعني انا بحس ان هم ممكن، يعني اللي انت بتقوله ممكن، بس انا بحس انه ممكن بيبقى عنده فكره، الضيف عنده فكره ان في مقلب او ان في حاجه، بس هو ما يعرفش ايه المقلب، هو ما يعرفش ان رامز جلال يعني، بس هو متفطر ان في حاجه. انا بحس ان هم الممثلين الاقوياء دول او يعني اللي هم الاعلى درجه دول، حتى لو انت قلت لك انا هنعمل فيك مقلب، هو ممكن عشان هو ممثل ممكن يقنعنا ان هو متفاجئ. يعني فاهم يعني، فرياكشناته تبدو كانها طبيعيه واحنا بنصدق عادي، واحنا عشان كده احنا لسه في هل هو عارف ولا مش عارف يعني. هو لو باين قوي ان هو عارف كنا زماننا كلنا عرفنا او قلنا. ايوه صح. بس فالممثلين بقى اللي هم لسه طالعين دول، تحس ان هم لسه ما عندهمش يمكن هذا الكم من ايوه، هو مش برضو مش كل اللي بيجيبوا ممثلين، هو بيجيب لعيبه كوره، لعيبه كوره مثلا. فيعني لعيب كوره ده يعني انت لو قايل له ان هو بتاع هيبقى قاعد هيخش دلوقتي ولا فاهم، فممكن يعني فاهم يبوظ الدنيا كلها. فعادي لعيبه الكوره يعني بحس انهم كلهم اصحابه يعني في الاخر هم كلهم يعني فيعني عادي لو انا عملت فيك مقلب واحنا اصحابه وبتاع فاهم يعني، وطلعتك على التلفزيون عادي يعني الصحوبيه دي بتختل شويه بعد ما يحصل المقلب ويشوفوه وكده، يعني بيبقى فيه ضرب وشتايم في كلمه ايه هموت اعرف كانوا بيقولوا ايه. تسمع عن ساعه الذروه؟ طبعا الدنيا بتتوتر جدا، كل الناس واضح كل الناس عندها ميعاد محتاجه تفطر فيه، اغلبيه الناس، كل الشوارع بتكون زحمه جدا، وبيبقى في صراع مع الزمن ان انت محتاج توصل على الفطار او قبل الفطار يعني، خصوصا لو معزوم يعني، خصوصا لو معزوم ولسه هتجيب حاجه. فبيبقى في الشوارع بيبقى فيها حركه توترات رهيبه. يعني انا بحس انه على فكره يعني ممكن نوصل سنه بعد الفطار يعني مش نهايه العالم. هي مش لذيذه لو انت معزوم، لو انت معزوم بحس ان هو يعني انت كده جاي على الاكل ايوه، بس انا بحس انه في سنه صربعه وريسك ان الناس لا قدر الله يحصل حوادث، يحصل حاجه. بالاضافه الى طبعا يعني مشكورين جدا جدا يعني، ربنا يكرمهم الناس اللي بتحاول تفطر الناس في الشارع. فهو الناس دي بتبقى موجوده امتى؟ برضو وقت الفطار، هو مستني الزبون ده هو مستني الزبون اللي متاخر ده، والزبون هيموت ويلحق ميعاده. فدول بيعطلوا الدنيا اكتر اوقات يعني هو بحسن نيه طبعا، بحسن نيه جدا جدا. هيقف لك عند المطب، هتهدي تفتح الازاز تاخد بلحه في عينك، تاخدها مكان ما تاخدها بقى تركن على جنب تتعالج. شكرا والله ابدا يا سيدي انا مسيحي هتاخد. انا هو مش فارقه خالص. يعني كتر خيرهم اكيد. على بقى ساعه المغرب وقرب ساعه المغرب، انا مره كنت ماشي بالعربيه وراجع البيت عادي جدا، مش عشان عندي فطار ولا حاجه، بس راجع البيت يعني، فكاوتش عندي نامت ريحت على اخر، ما كنتش عارف امشي وبتاع، وبعيد عن اي بنزينه ومعيش كوريك ومعيش اي حاجه. ففضلت واقف في الشارع وعارف انها ساعه الفطار، فيعني غالبا ما حدش هيقف، ولكن في حالا حد جه وقف لي، فقلت له، قال لي في ايه؟ قلت له بس انا محتاج كوريك وبتاع. قال لي ما فيش مشكله، انا هديك كوريك بشرط واحد، ان انت تفطر معايا. بجد قلت له طب يعني لا شكرا، طب انت افطر وبتاع. قال لي لا المغرب خلاص هيأذن دلوقتي وبتاع، فانا هفطر وانت هتفطر معايا. قلت له انا مش صايم. قال لي مش مهم. قلت له انا مسيحي. قال لي برضه مش مهم. قلت له طب اديني الكوريك وانا هعملها وافطر انت. قال لي مش هيحصل، انت هتفطر معايا يعني هتفطر معايا. الموضوع انتهى. وفطرت معاه فعلا. فطرت معاه. انا وصلت لمرحله الاكل كان حلو قوي، انا كنت مكمل اكل وهو غير الكاوتش. تسلم ايدك يا عم ابراهيم الحقيقه. واضح ان انت مش صايم فعلا. بجد الاكل كان خطير. بس فعلا في ناس لا رهيبه يعني، في رمضان بجد بيبقى فيه روح كده في الشارع عامه موجوده. أيوة. الناس كلها يعني خصوصا بعد ما بيفطروا بشوش. انت حد ضايقك قبل الفطار قبل كده؟ قول عادي يعني. لا خالص.
طبعا انا لو هقعد طول اليوم صايم لغايه الساعه 6 7 اكيد محتاجين نخزن، يعني محتاجين نستعد نوعا ما. وعشان كده في السحور مهم جدا. فالسحور من الحاجات اللي كانت يعني انا ما بقتش اشوفها، ما اعرفش هي لسه موجوده ولا لا. مسحراتي موجود، بيجي لنا عند البيت، احنا عندنا بيقعد بيقول لكم انتوا ليه ما انتوا مش صايمين اصلا، ما بيجيناش. بيصحينا. انا في اوقات بتخلط بقوم اخد علبه طب زبادي. سؤال، بيجي وبينادي على اسماء ناس؟ لا مش لا هو لا لو قال اصحى مارك هتبقى مصيبه. لا مش هنهزر. لا هو ما بيقولش اسامي ناس عامه. فين ده بيقول اسامي ناس؟ بيقول اسامي الناس بجد؟ لا يعني لا، هو بيقول اصحى يا نايم في المطلق. ايوه، ما دي العاديه، بس هو ايه ماشي بكشف. في حاجات كده مدكنينها نلحق. والله العظيم بيعمل كده. ايه يا عم؟ لا طبعا والله يعني على فكره هو يعني اصحى يا محمد، اصحى يا جلال. ايوه اصحى يا محمد اتصحى. بس محمد ده جنرال قوي، هتلاقيه اكيد في الشارع. ما هو ده بقى عشان يبيع يعني. لا بينادي على باسامي ناس معينه بيبقى عارفهم في الشارع في المنطقه دول زي بتوع العقارات كده لما يكلموك في التليفون. اصحى محمد اللونش الجديد بتاع. في ناس ممكن ياكل حاجه قبل ما ينام بالليل، اللي هو الساعه 8 9 ايا كان هينام الساعه كام، ياكل حاجه وخلاص يعني تاني يوم بقى ان شاء الله. في ناس تانية بقى هيصحى يتسحر الساعه 3 الساعه 4، يعني هو دخل نام هيصحى مخصوص عشان ياكل، وبعدين لو ده كان قرب الفجر هيصلي الفجر وبعدين ينام. اعتقد ان ده اللي المفروض يحصل. انا ما بصومش، هو عشان خاطر تقرب يعني تقلل الفجوه الزمنيه اللي هيحصل لما برضو الميكروفون يبتدي يتهز. عامه هو لازم يأذن، مش ما بنعملهاش من اول ما يتهز. اي شخلال في المايك ده عمل حاجه. انا ما بستناش. لا بحس ان يعني الطبيعي ان المفروض الناس تعمل كده، يعني الناس اللي هي خلاص اخرك الافطار يعني 8 ده حته كنافه ولا ايا كان وخلاص كده لغايه تاني يوم. ما انت مش وجبه يعني في اليوم. لا ما مش لازم تنام الساعه 8، ما انت ممكن تنام 10 11 ايا كان نمت امتى. تاكل بقى قبل ما تنام، كل حاجه قبل ما تنام. بس مش هتكون جوعت يعني، ما انت لما تدبها الساعه 7 يعني هتيجي الساعه 9. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا هندبها الساعه 7. احنا هندبها. بصراحه هندبها. اكذب عليك يعني. ده منظر واحد مش هيدبها. انا ما كانش عندي علم ان انت اصلا بتفطر معانا يعني. انا بقى جميل، لا بصوم بس بفطر. سحر عادي، انا كل حاجه بعملها. وعلى السحور بقى في مدرسه ثالثه بقى اللي هو يعني دول بقى اللي هم ايه ستايل، احنا محتاجين نخرج. خيام رمضان الجميله. يعني في حته تانية. تحس انه كرنفال، مش يعني حاجه حدث. وزحمه وبالحجز واللبس بقى اللي هو اسمه ايه بتاع البنات ده؟ ايه؟ قفطان. ايوه قفطان يعني في حاجه في هو الناس بيبقى شكلها حلو بصراحه. الناس بيبقى شكلها حلو، والاماكن بتبقى حلوه، وشغلوا لك مزيكا لذيذه وبتاع، يعني بتبقى اجواء حلوه. وخصوصا لما بيجي رمضان في الصيام بتاعنا بتاع المسيحيين، احنا بنبقى صايمين، فبالنسبه لنا البوفيه بتاع السحور ده ممتاز. ممتاز، فول طعميه يعني زبادي لا بس يعني فاهم كده يعني. بس الافطار بيبقى بشع. عشان مفيش اي حاجه ممكن تاكلها منه. بتعذب قوي في الافطار. والله برضو يعني في على حسب برضو السحور الخيمه دي فين. هو في سحور انا بشوفه مش منطقي ابدا، سحور بيكون ريش. اما احنا ما كناش على الفطار. بس ده موضوع تاني. لا بس ده تحس ان ده هيعطشك جدا. مش مهم، بس ده اسمه سحور متكلف، سحور يعني عشان نزود البتاع من 100,000 جنيه ل 900,000 جنيه. بالظبط بير بيرسون. يعني اصل لو رحنا في سكه الاسعار مش هنتكلم على الارقام. مش هنتكلم على ارقام، عشان احنا السنه دي معزومين على خيمه البرنامج الحمد لله بودكاست، فاهم قصدي؟ انا مش هقول اسم الخيمه غير لما حد يكلمنا. فانا سايب الموضوع مطلق يعني مفتوح. انا اتمنى تكلمونا بسرعه، احنا ننزل الحلقه على طول عمال. فيعني احنا مستنيين ده وهنعمل لكم سبونسر. انتوا كلمونا بس يعني ابعت حاجه، مش هنتكلمش. ابعت لوكيشن واحنا جايين. قرب من رمضان يخلص اخر 10 ايام تحديدا كده بيبقى في مقوله ماشيه في كل عيد، بعد العيد ان شاء الله.
ابعد عني. مع انه بيبقى لسه بدري على العيد. ايوه بس تحس ان هو انا مش هلحق اخلصها ومش هحزق بقى ان انا اخلصها، مش عايز ازنق نفسي قوي ايا كان اللي انت عايزه ده بعد العيد ان شاء الله. ليه؟ عشان بحس عشان بيبقى في ترتيبات نوعا ما للعيد. في ناس محتاجه تشتري لبس على العيد، في ناس محتاجه تجهز كذا، طب حد ده مسافر حته هيطلع اجازه هيعمل كذا. مفهوم، بس احنا لو قلنا اخر 10 ايام بنقول بعد العيد ان شاء الله، واول 10 ايام بنقول ده لسه رمضان بادي. فتحس ان هو احنا محشورين في 10 ايام بنعمل فيهم كل حاجه. فاحنا يعني بعد العيد لما هي عماله بتقرب على فكره، يعني في ناس من نص رمضان بتقول بعد العيد ان شاء الله، في ناس اخر يوم بتقول بعد العيد ان شاء الله، دي منطقيه يعني فاهم. صحيح. بس مش اخر 10 ايام يعني فاهم، عايزين 10 ايام كتير شويه قوي. وصل لو حاجه انت حاجه مستعجل عليها، ما هو العيد لسه 5 ايام كمان، يعني 5-6 ايام حسب، في اوقات بيبقى اسبوع، فانت كده في 17 يوم عقبال ما ترد على الايميل بتاعي. ما يصحش برضه. احنا كل سنه اعتقد كل سنه بنتكلم في الموضوع ده، بس انا مش حاسس ان في حاجه بتتغير. يعني الناس بتشتكي منه او كده، بس انا مش حاسس. انا حاسس انت الوحيد اللي مشتكي من الموضوع، انت الوحيد اللي متضايق منه. ليه يا عم؟ ما بعد العيد يا سيدي الدنيا ما طارتش. الحلقه دي كانت هتتصور بعد العيد ان شاء الله. ضغطنا نفسنا ولمينا الدنيا وصورناها. العيد جه، اهلا بالعيد. بجد بتبقى اجواء رائعه، خطيره، وكل الناس متشيكه والعيال لابسه لبس العيد وبتاع. انت لسه بتجيب لبس العيد ولا ما بتجيبش؟ يعني لغايه دلوقتي لسه بعمل بحاول يعني برافو. قبل العيد لازم تلبس حاجه جديده، او على الاقل حاجه ايتم، يعني قطعه جديده صح عشان العيد. ايوه عشان العيد يعني. أيوة. انا بعمل كده برضه، بحس ان هو فاهم يعني على الاقل حاجه، يعني مش لازم طقم بقى كامل بس عارف زمان كان برضه دي حاجات من اللي هو رمضان زمان. رمضان دلوقتي الاطفال سيبك ان هو في رمضان هو بيجتهدوا كده، ممكن يقول لك مثلا ده صايم انا هصوم لغايه الظهر، انا هصوم لغايه العصر عسل قوي على فكره، وحاجه هايله يعني خطيره. بس فقره لبس العيد بالنسبه لهم لا، مش اللي انت بتجيب لبس، هو هيجيب له لبس العيد. وبجد انا بفتكر كان في اوقات انت يعني فاهم بيحط اللبس فاهم على السرير متطبق كل حاجه ونايم. بس ايه اللي حصل بقى لبس العيد بقى؟ لبس يعني فين اطقم الضابط بتاعت زمان دي؟ بجد انا دي بتبقى فظيعه لما تشوف الافلام بتاعت بيعملوا طقم الضابط وطقم ليه تلبس طقم الضابط؟ ليه بدري قوي؟ مش عارف. مش معنى يعني ليه ضابط بس؟ يعني ليه مش واحد مثلا طقم محاسب مثلا؟ هو الضابط ده اللي عنده يونيفورم، المحاسب ده ممكن يلبس اي حاجه يعني، اعتقد ده السبب. يعني مثلا بس هو الغريب ان الطفل يلبس ضابط، بيقلب هالوين بجد. انا جبت طقم الضابط ودي جايبه النيرس في ايه؟ بس ده برضه لبس العيد ده بيتطلب يعني برضه بيقول لك بعد العيد وكده زحمه 10 ايام بتوع برضه في الاخر دول، احنا مش هنجيب لبس العيد في اي وقت، نجيبه قبله على طول. انا بحس ان الحاجات بتيجي بتكبس علينا، يعني ايه رمضان جه ده العيد. بس ده برضه احنا كمصريين ما عندناش الحس الاستعدادي. ما عندناش. مالهم المصريين؟ ما عندناش الحس الاستعدادي. ليه ما عندناش؟ طب ما انا مصريين يعني. لا بحس ان احنا فاهم كل حاجه بنتفاجئ معظم الوقت. مش بنتفاجئ، بس بنأجل وبعد كده نضغط وعادي وبنخلصها، وكل مره بتتلم. عارف اللي هو بتلم المنهج في اخر يوم. بس كل مره بنعمل يعني مع كل مناسبه مع كل حدث مع كل حاجه، وكل مره بنقول ان السنه الجايه مش هنعمل كده يعني فاهم. انا كنت فاكر مثلا في ايام الجامعه في المذاكره مثلا عندي بكره امتحان تلم وتنام ساعتين علشان تخلص الماده اللي جايه، انا مستحيل اتزنق الزنقه دي، هي نفس الزنقه. هي فاحنا عندنا ده يعني. انا بحس انه معظم الحاجات عشان كده ده اعتقد ان كلمه الديدلاين دي هي ما طلعتش من فراغ، يعني فاهم انت لازم يبقى عندك ميعاد عشان خاطر لو سبت نفسك هتروح في الشلاحات. العيديه بقى بتاعت العيد، العيديه دي طب من الحاجات اللي احنا كلنا بنستناها، وتحس ان انت عشان كده العيال بتروح المناسبات العائليه على فكره، يعني دي الحاجه اللي بتشدهم. زمان هو برضو اللي يقعد مع طنط مديحه وطنط مش عارف ايه وبتاع، ممكن يقعد مع طنط مديحه لو هتدي له عاديه. بالظبط. فهو انت بقى بتعدي تلم النقطه بقى. ايوه، والفلوس لازم تبقى جديده، او يعني يفضل انها تبقى جديده، وبتاخد من عمك خالك مش عارف مين جدتك وجدك تاخد اي حد هتعدي عليه هيديلك اي حد. بالظبط هتفلس. فالولد بيبقى في قمه الانشكاح والسعاده لغايه ما امه او ابوه يقفشوه اخر الليله
وريني عملنا كام النهارده. يتمسك في كمين يا حبيبي. لو هم العيال عشان بتنام بدري كمان ابوه بيقلبه. بجد في اهالي بيعملوا كده لا بيلموا. هم لا مش في اهالي بتعمل، هو كل الاهالي بتعمل كده. يعني انا حاولت اجملها شويه يعني. اصل هي جمعيه ولفه، خلي بالك انت. ما هو ده كان مبرره، بيقول لك ما انا محتاجه ادي. انا اديت مودي وبتاع ونناه اديتك بتاع، يعني فاهم تلف الدنيا. وبعد كده في بقى دايما اللي هي التحول، ان انت من ان انت واحد بتاخد عيديه لواحد بتدفع ما عيديه نكملش. فجاه. بجد دي ملهاش، مفيش حاجه في النص. انا كل سنه اروح البتاع الاقي نناب بتديني عيديه، لغايه ما مره واحده بقيت انا ننام. ايوه، ما هو الشيفت ده بيحصل مره واحده. بس اقول لك انا في حالتي هو الشيفت ده ما حصلش مره واحده، انا قعدوا 3-4 سنين ما حدش بيعبرك، بطلوا يدوني عيديه. يمكن اخلي عندي دم وابتدي ادي. لا بتدفع ولا بتاخد. لغايه ما فهمت ان انا اعتقد خلاص كبرت. محتاج تدفع دلوقتي، تدي أيوة. هديات للناس وكده. بس يعني هو عامه هو احساس يعني ظريف ان انت اكيد انك تاخد عيديه، او حتى وانت بتدي عيديه لحد من مش بحسه احساس ظريف قوي يعني، بس ماشي. انتوا بتدوا عيديات؟ طبعا، بس العيديه دلوقتي ما بقاش الرقم بتاع زمان. لو احنا العيال جايه بينستا باي بيقول لك حول لي حول لي يا خالو. بلا خاله بلا ماله. انا جايب لك 50 جنيه جديده، لا دي خليها لك. طب يا جماعه شكرا جدا، دي نهايه الحلقه المميزه والمتميزه بتاع الشهر الكريم. رمضان كريم لكل الناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا، ورمضان كريم يا استاذ محمد. الله اكرم. ونحب نقول لكم يعني باي باي من بودكاست فاهم قصدي، وبوجي وطمطم ضيوف الشرف. ضيوف الشرف لغايه ما يبقى معانا ضيوف حقيقيين ان شاء الله. احنا بس ما معناش مايكات ليهم، بس لو كان عندنا مايكات كانوا اتكلموا وقالوا. طبعا يا جماعه وما تنسوش برضو تعملوا لايك وبتاع، ونهدى على الكنافه ونهدى على الحاجات دي. وكل سنه وانتم طيبين.